الحق والحكمة، صاحبكم زي الظلمة ريمة فيها كم من راس، ما هوش خوف هذا إحساس، فوق العين وفوق الرأس وسلامي والناس للناس. عيب يا هلال كل الناس رجال، بالحن باحترام حاسب والسلام. عيب يا هلال كل الناس رجال، بالحن باحترام حاسب والسلام. عيب الكذب على الرجال والله النزارة حلال، حاسبني يا أخي هلال والله ما سامح ريال، تستحقرني في الحالات شمت الدنيا شمات، وأنا قدرتك خيرات. هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ناحية موضوع محمد العربي، الرجال دخل بيننا وسط الثالث وقدم الفلوس اللي 5000 سعودي. كانت البنت مريضة هنا في المستشفى وبيض الله وجهه، وهذا هو طبعا أسعد الله مساكم بكل خير، وحيا الله الجميع، وحيا الله الأهل والأصحاب والأخوان كلهم باسمه وصفته. طبعا أنا بدخل بالموضوع دغري عشان الكلام لا يطول ولا يقصر. موضوعي أنا والشخص محمد العربي. الشخص محمد العربي هذا أنا لا أعرفه، ولا بيننا تواصل اجتماعي، ولا بيني تواصل مسبق، ولا أعرف إنه مشهور، ولا بيني أنا أي تواصل نهائيا. الشخص هذا إنسان ما أبغى أذكر أي شيء مجرح سواء للقريب أو بعيد. الشخص هذا مبتز. هذا الشخص لا قدم علي شيء ولا أعطاني شيء. 5000 هذه حق صاحبي، كانت 20000 سددته 15000 بقيت 5000. تواصلت مع صاحبي قلت يا صاحبي أنا الآن أمر في ظروف صعبة، لك 5000 عندي لين يفتح الله علي، وظروفي ما اسمع. قال لا أنا أبغى فلوس ولا. صاحبي قال لي خير إن شاء الله. شوية لو دق علي اتصال ماسنجر صاحبي، ردت عليه بكل حب وود واحترام ككونه صاحبي. طلع لنا الشخص هذا محمد العربي. محمد العربي هذا دخل الثالث بيننا، قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال معك محمد العربي. قلت أرحب، حياك الله محمد العربي. أنا كإنسان محترم رحبت فيه، ما قلت له إيش تبغى ولا إيش لك عندي ولا. رحبت فيه. قال لي إيش الرجال ذا عندك؟ قلت والله الرجال هذا يا أخي له 5000 ريال عندي. قال لي متى بتجيب لي الرجال؟ قلت والله يا أخي إن شاء الله حسب ظروفي، إن شاء الله شهر شهرين وأسدده. أنا ما أنكرش كلامي ولا أرجع عن كلامي نهائيا. وبعدين قال لي خير أنا أقدم عليك فلوس. قلت يا أخي والله هذا الشيء راجع بينك أنت وصاحبي، أنا إن شاء الله بإذن الله شهر شهرين وأديها له. قفلنا الموضوع، كل من راح في سبيله. مرت حوالي 20 يوم أو شهر، تواصل معي محمد العربي، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي حول لي فلوس، أنا أبغى مصروف العيد. قلت والله يا حبيبي أنا كيف أحول لك الفلوس؟ الفلوس ما هي لك، الفلوس حق صاحبي. قال لا الفلوس صارت لي أنا، ما عاد له صلاح. قلت صلي على النبي، سواء صارت لك أو لصاحبي فهذا الشيء ما يلزمني. أنا الآن إن شاء الله بإذن الله ظروفي تصلح وأعطي صاحبي، أو إن صاحبي يقول لي أعطيك. هذا الكلام اللي حصل. قال لي اسمع، عندك مهلة 24 ساعة، عندك مهلة 24 ساعة. فلوسي إذا ما جتني بعد 24 ساعة أدخل صفحتي في التواصل الاجتماعي وشوف من أنا ومن بكون. عندك مهلة 24 ساعة، تبيع نفسك، تبيع سيارتك، تبيع واحد من أولادك. تكلم بالمنطق هذا، تكلم. أنا زعلت وما تجاوبت معاه بعد الكلام هذا. قال لي تبيع واحد من أولادك وأبغى الفلوس بكرة. قلت اسمع، ما دام إنك تهددني وتقول إنك مصورني فيديو وتستفزني بالفيديو، فأنا الله يستر عليك يا محمد العربي، ما بش بيني أنا وأنت أي شيء، وأنا وقت ما أموري تزين أسدد صاحبي. قفلت الموضوع. الرجال ما قصر، دخل في عرضي وفي شرفي وفي أهلي وفي قبيلتي وفي محافظتي، وأنا أعرف إن أنا في دولة نظام وقانون، وأنا لا ردت بكلمة، لا غلطت عليه، لا جرحته. اللي خلاني أطلع وأسجل لكم المقطع هذا لأن الشخص هذا تمادى عن حده. الشخص هذا تعدى حدوده، شهر بي، سمع بي، أساء إلى سمعتي، خلى المتابعين يغلطوا في حقي وفي عرضي وفي شرفي،
وفي أهلي وفي جماعتي وفي محافظة ريمة عامة، رغم أن أنا ابن ناس والله العظيم ما كنت أبغى أطلع في التواصل الاجتماعي أو أرد عليه. هو عارف، كان يراسل ويتكلم عندي في الواتساب أو في الخاص أو في أي مكان، ولا يمكن أني أرد عليه، عشان أوري أن أنا إنسان مربى. زي ما قال أنا ما ربونيش أهلي أو أبي ما رباني، أنا إنسان مربى وابن ناس وابن قبيلة عريقة، وأوريك أن أنا محترم أرجل منك وأحسن منك. لكن أنا ما ردت عليك احتراما لأهلي وجماعتي وناسي وأخوالي وأعمامي وآل محافظة ريمة عامة. لكن الوضع زاد عن حده، الرجال تطاول، الرجال تعدى الحدود، الرجال غلط، الرجال شهر بي، الرجال ضرني في سمعتي عند أصحابي، عند جماعتي، عند ناسي عبر التواصل الاجتماعي عامة. خلاص الآن المسألة ما عادش مسألة فلوس، الآن المسألة ما عاد مسألة فلوس، الآن مسألة كرامة، سمعة، تشهير، غلط، سب في حقي وفي كل ما يخصني. فأنا حبيت أطلع أوضح لكم الموضوع هذا، لأن الشخص هذا تمادى عن حده، وأنا والله ما حبيت إني أطلع في التواصل الاجتماعي نهائيا، ولا حبيت إني أذكر، أنا ما حبيت إني أطلع والله في التواصل الاجتماعي أو إني أدور شهرة أو إني أدور متابعين. فالعكس، اللي في التواصل الاجتماعي أخواني وأهلي وأصحابي وعزيزين وغاليين، ولا يمكن إني أغلط على أحد سواء العربي أو غيره أو أي واحد سبني. فأنا كل اللي أتوجه إليه بالنظام بالقانون باخذ حقي. فأنا أعرف إن في نظام وفي قانون وفي مشايخ وفي قبائل، ولا أحد بيقبل أو يرضى على نفسه أو على أهله أو على جماعته على أي يمني إن شخص يدخل يشهر به، وهذا الشيء ممنوع قانونيا في أي دولة أو في حتى عندنا في اليمن. في اليمن موجودة نظام وقانون وبيتحاسب على كل كبيرة وصغيرة، تمام؟ فأنا الرسالة هذه أوجهها لكل أصحابي، لكل جماعتي، لكل أي شخص صديق عندي أو يعرف هلال الشامي. أنا شخص لا أعرف الشخص هذا نهائيا، ولا بيني أنا أي تواصل اجتماعي. فهذا كلامي وتحياتي للجميع، واعذروني لو طولت عليكم، ودمتم بخير. فأنتم أهلي وناسي وأصحابي، وهنا بحذاتكم على راسي. وإذا أخوكم غلطان أنا غلطان، لكن في جهة مختصة يجيني من جهة مختصة وأنا أقابله، يثبت اللي عنده وأنا أقابله، أنا أو آل الشامي أو محافظة ريمة عامة. ريمة فيها رجال لا تحسبش، ريمة فيها رجال كم من أحمر عين، وأنا قادر والله ثم والله إني أنا قادر أرقدك باتصال واحد. لكن لا، أنا ابن ناس، وأنا التجأت إلى النظام والقانون ككوني إنسان مؤدب وابن ناس يا عربي. وتحياتي للجميع، وهذا علمي ولا جاكم شر.